السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا النهاردة هنعمل مع حضراتكم كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص شوكولاتة من غير شوكولاتة. إيه الفوازير دي يا رودي؟ لا والله، بس كانت كيكة حلوة حلاوة يا ولاد. بتمنى تجربوها معايا. هنعملها ان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تكون مكوناتها موجودة عند حضراتكم في البيت. هنعمل احلى جاتو شاتو شوكولاتة. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. احنا النهارده معانا شفشق الخلاط. حضرتك هتجيبيه، هتحطي كوبايه من السكر، كوبايه من الحليب. وما تغلطيش غلطتي، اول حاجه ما تحطيش الزيت معاهم في الاول. انا حطيت كله مع بعض. لا، حضرتك هتجيبي كوبايه من السكر، كوبايه من الحليب، وهتخلطيهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هتنزلي بكوبايه من الزيت مع 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، ويستحسن يكون خام. او النهارده هنعمله بكاكاو الخام ومعلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان. هنخلطهم كويس جدا مع بعض. ليه قلت يا رودي ما تغلطوش غلطتي؟ لان لما تحطي الزيت في الاول الخليط بيتقل بسرعه. فلو حضرتك هتستعملي السكر السنترفيش او السكر يكون حبيباته يعني سميكه، فممكن ما يدوبش بسرعه. انا هنا عشان السكر كان حباته رفيعه فداب، بس انا الاحسن ان حضرتك تضربي الحليب مع السكر الاول كويس جدا، وبعد كده تنزلي بالزيت. احنا اول سر فيها. بعد كده هاخد كوبايه بنفس الكوبايه اللي حضرتك استعملتي، يعني هي كوبايه واحده. هتاخدي كوبايه وهنشيلها على جنب من الخليط اللي احنا ضربناه. بعد كده هتضيفي حبايتين من البيض، لو حبات البيض عند حضرتك كبيرة، او 3. انا كان 3 عشان البيض كان بلدي وكان صغير. هنضربهم ضربا مبرحا. طبعا بيض يبقى معاه فانيليا. هنضربه كويس جدا يا بنات. وهننزل بالخليط السائل في بولة. هنجيب حضرتك كوبايتين بنفس ذات الكوباية اللي استعملناها، كوبايتين من الدقيق. هننخلهم كويس جدا. هنحط عليهم كيس كيك شيف او بيكنج باودر عادي. وهنحط عليه معلقه، نص معلقه صغيره لو متاح بيكنج صودا، او اللي هي كربونات الصودا. وهنضربهم كويس جدا، نخلطهم كويس جدا مع ذره من الملح. هننزل بقى على الخليط السائل، يعني على كذا مره، يعني انا نزلت على 3 مرات. هننزل شويه ونضرب. الضرب في اتجاه واحد. ما ينفعش تضربي وترجعي تاني، لا اضربي كده بالمضرب في اتجاه واحد. يعني دايره، وممكن تعملي نص او تعملي دايره كامله. المهم في اتجاه واحد. تضربي لحد المكونات ما تختلط مع بعض، وتنزلي كمان بشويه من الدقيق، وهكذا يختلط كويس جدا. وبعد كده هننزل يعني باقي الدقيق. هنضربه كويس، هيبقى بالقوام اللي حضرتك شايفاه. حلو كده. طبعا انا نسيت اقول لحضراتكم ان انا بحط معلقه من الخل. هي جت في الكاميرا بس انا نسيت بصراحه. انا بحط معلقه كبيره كده محترم من الخل. طبعا عارفين مرارا وتكرارا ان الخل ده بيبقى محسن طبيعي للكيك، وبيشيل اي زفاره كمان للبيض. معلش حطوه مع البيض واضربوه كويس جدا. خلاص. بصوا بيبقى بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. ما بيبقاش سميك ولا بيبقى خفيف، بيبقى وسط، بينزل معاكي كده بكل سهولة. حضرتك هتجيبي صينية مقاس 26، هتدهنيها اي مادة دهنية، وهنبطنها بالدقيق. وبعد كده هننزل بالخليط وخبطتين كده محترمين على الرخامة. وهننزل هتجيبي حضرتك اي عصاية شيش طاووق عندك، ورايح جاي رايح جاي، بس عشان الصينية تبقى مظبوطة عند حضرتك. هنحطها على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. هتقعد بالظبط نص ساعة، وممكن نص ساعة ل5 دقايق كمان. بس هتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفين. ايه بقى اللي في الكوبايه ده يا ست رودي؟ جبت كوبايه من الحليب، حطيت عليها، ممكن تحطي معلقه من الجناش اللي احنا اخدناه، اهو معلقه من الجناش اللي احنا اخدناه في الكوبايه، اللي هو الصوص اللي احنا اخدينه، وتكتفي بكده. بس انا ما اكتفيتش، لازم برضو التاتش بتاعي. حطيت معلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان. مش عايزه اقول لكم بتفرق جدا، بتوديها في حته رابعه كده. اه والله زي ما بقول لكم كده. وطبعا كيكه تهدى، يعني ممكن تسيبيها تبرد يعني، او تهدى. انا سبتها تهدى كده لحد بصوا ان حضرتك تلمسيها كده او تعرفي تمسكي الصينيه. وطبعا هتخرميها باي عصايه شيش طاووق عندك. تخرمها عشان بس اللبن او الحليب يوصل للكيك كله. لازم الخطوه دي. الكيك بيبقى جوسي وطري، وانتوا عارفين انا من هواة او محبه ان اي كيك بحب اسقيه.
بس جربي كده الخطوة دي. وبعد كده هننزل بكوباية الصوص اللي احنا شلناها على جنب. بتفرق جدا يا بنات في الطعم وفي الشكل كمان. لكن لو حطينا الصوص ده من غير ما نسقي الكيك بتدي طعم، بس الكيك ما بيبقى قاسي شويه. انا احب الكيك بتاعي يبقى جوسي كده، واللي ياكله يبقى سرحان ودايب فيه. ايه رايكم بقى؟ طيب حلو. هي حضرتك هتقدميها على كده، تحطيها في التلاجة وحضرتك هتقدميها. احنا نسكت؟ لا طبعا. اي شوكولاته عند حضرتك، اي شوكولاته بالحليب، اي شوكولاتايه عندك ابشريها كده، او اي حاجه ممكن حضرتك شوكليت شيبس. انا بحب الشوكولاته، شوكولاته اي نوع شوكولاته بالحليب. انا بحب كورونا، يعني من زمان كده بنحب شوكولاته كورونا. انا بوريها لحضراتكم. ببشرها كده في المبشره او بالسكينه. حضرتك ممكن تكسريها وترشيها يا سيدي. مش عايزه اقول لكم بقى بتدي طعم وبتدي تيست عالي جدا يا بنات. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. بتمنى تجربوها بطريقتي. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بقى ما تنسونوش في اللايك يا بنات، انتم مقصرين معايا في اللايك وتعليقاتكم الجميله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.